واحنا بنقلب في الاسهم يوم 2 فبراير جينا لسهم عرب ديري بند، اعتقد السهم معروف للجميع يعني. لما بصينا على عرب ديري لقينا انه كان مكون قمة ما قدرتش اي قيعان جديدة تخترقها، ومع ذلك كل القيعان دي مش حقيقية. اذا عرب ديري هو كان لسه في المسار الصاعد. طب ليه بيهبط؟ لانه عايز ينزل لنقطة الدخول الصح. فين نقطة الدخول الصح؟ هنيجي للمنطقة دي، خلونا كده نرسم المنطقة دي. هنلاقي ان دي منطقة تحفيز. يعني ايه منطقة تحفيز؟ يعني المنطقة دي السهم مستهدف ان ينزل لها ويسحب سيولتها. ليه؟ لان في ناس هتقف عند المنطقة الزرقاء دي تقول لك الله شوف بقى هنا هنرسم خط وده يبقى دعم، الدعم صعدنا منه يبقى نرجع نشتري من هنا. ويروح جاي صانع السوق، ما هو صانع السوق برضو ذكي لازم يخسرك، يروح جاي لك من هنا. دي كبيرة عايز نصغرها شوية. يروح جاي لك في الحتة دي كده. وبص صانع السوق يعني لاحظ ان انت وسط حيتان، انت مش وسط ناس اغبياء يعني. يجي لك عند المنطقه اللي انت راسمها يعمل لك ارتداد، يروح جاي لك بص يعني اشتري بقى، يلا يلا تشتري هوب 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 تلاقي السهم وقع بيك. ليه؟ لان دي منطقه سحب السيوله، مستهدفين سحب سيولتها. لازم ننزل لمنطقه الاوردر بلوك الحقيقيه اللي هي عند الشمعه دي. نرسم المنطقه عند الشمعة الخضراء دي منطقة الاوردر بلوك الحقيقية. فلما احنا بصينا على سهم عرب ديري لقينا ان احنا نزلنا لها، منها ارتدينا والسهم احترم المنطقة دي. لذلك قلنا ان الدخول من هنا هيبقى جيد. طيب هدفنا فين؟ في هدفين، في طريقتين للاهداف. الطريقة اللي انا دايما بعملها برسم الفيبوناتشي. طب هنا مش هعرف ارسمه، في طريقة تانية. ايه بقى الطريقه التانية؟ انك تروح لاقرب منطقه سيوله. ايه اقرب منطقه سيوله؟ احنا قلنا ان القاعده مش حقيقي. طب بما انه مش حقيقي يبقى قيمته مش حقيقيه، يبقى احنا مستهدفين سحب قيمته. يبقى الهدف هنا عند القمه دي. فنرسم الهدف هيبقى الدخول من هنا، وهدفنا عند 3.7 بالظبط هنا كده تحت الهدف بشويه. يعني لان انت مش دايما خليك تحت الهدف اضمن، لان في حركات زي ما قلنا في فيديو البيتكوين يعملوا فيك حركات انهم يجوا قبل الهدف ويعكسوا السوق عليك شويه ومش عارف ايه. فاحنا عايزين نطلع من السهم بسرعه، فده اللي احنا عملناه. وحطينا هدفنا وتوكلنا على الله ونزلنا السهم على القناه الخاصه. رحنا على قناتنا الخاصة زي ما انتم شايفين، نوهنا على اننا عندنا صفقات جديدة. التاريخ 3 فبراير واضح قدامكم. وطبعا احنا كنا نازلين صفقات تانية هي حتى الان بتتحرك لسه ما جابتش اهدافها، بس يهمنا عرب ديري. قلنا هنخش دلوقتي والهدف عند 3.7. اللي حصل دن في دن في دن في دن في دن في دن في دن، والحمد لله ضرب الهدف في حوالي 6 ايام تقريبا، منهم ايام جمعة وسبت، يعني اقل من 6 ايام ربح 8%. خلينا نقول 7%. الحمد لله. لو حابب تشترك في قناتنا الخاصة تقدر تتواصل معايا من خلال كل الاكونتات اللي موجودة، حتى الكومنتات مطرح ما تشوف الفيديو. وبس، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.